وصفتي لليوم عملت مكرونة على الطريقة الليبية وبيسموها مكرونة الجارية. هاي الوصفة أنا كتير بحبها وبحب أعملها، وخصوصا لما يكون حجم المكرونة صغير. خليكم معي لآخر فيديو حتى تشوفوا كيف بعمل طريقة المكرونة الجارية. وإذا أول مرة تزوروا قناتي ياريت تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس حتى يصلكم مني الجديد. أول شي هون بتحطوا مع الزيت البصل، وبعدين بتضيفوا قطع من اللحم. فيكوا طبعا بتحطوا مع الزيت اللحم وبتشوحوا اللحم بالأول، وبعدين بتضيفوا البصل، الاثنين نفس الشي. هلا راح أشوح اللحم حتى ياخد اللون. هون بعد ما شوحت اللحم، شايفين كيف أعطى هذا اللون، راح أضيف قرن فلفل حار. طبعا هذا اختياري، لكن طبعا عشان يعطي الأكلة نكهة طيبة. وطبعا هان حطيت معلقتين كبار ونص من معجون الطماطم، وشوي من الشطة. أنا بحب الأكلة هاي تكون حراقة شوي. طبعا هذه بتتحكمي انت فيها حسب الرغبة وحسب الاحتياج، وبحركه مع بعضه بشكل كتير منيح حتى تاخد اللحمة مع معجون الطماطم، طبعا مع الصلصة كلها مع بعض. شايفين بهذا الشكل. بعدين ضفت عليه مرق الماجي، ضيف عليهم المي المغلية. بتغطي الطنجرة طبعا وبتخليها على نار هادية حتى يستوي معكم اللحم. طبعا هون راح اشوف اللحم اذا استوت او لا، فانا لاحظت انه استوت معي. راح اضيف الحمص. طبعا هون الحمص عندي انا ضفته بالاخير عشان مستوي، لكن لو كان الحمص عندك مش مستوي فيكي تحطيه مع اللحم وانتي بتشوحيه مع معجون الطماطم بالاول حتى يستوي براحته مع اللحمة. هلا بالنسبة بعد ما انا حطيت الحمص المستوي، ضفت المكرونة. طبعا هون المقدار كيلو، الحجم الصغير، وحركتها بشوي هيك. وبعدين طبعا بخليها تغلى على نار عالية، وبعدين بوطيها على نار هادية جدا حتى تستوي براحتها. ولازم طبعا تقدروا كمية المي أو كمية الصوص تكون كمية منيحة حتى ما تتشرب معكم بحيث انها تطلع معكم مسبكة. لا، لازم تكون فيها شوية من الصوص. شايفين هيك بتكون المكرونة جارية. وهي وصفتنا لليوم صارت جاهزة. هلا راح أقدمها في طبق، وإن شاء الله وصفتي لليوم تكون عجبتكم. ارفعوا من هذا الفيديو بلايكاتكم حتى يصل لأعلى المشاهدات ويستفيدوا منها. أول مرة تزوروا قناتي اشتركوا فيها وفعلوا الجرس حتى يصلكم من وصفاتي الجديدة. فانتظروني بفيديو جديد مع وصفة جديدة، ومع السلامة.